في ناس طول عمرها باصة لفوق، للي أنجح منها، للي أغنى منها، للي أشطر منها، لكل الحاجات دي، وممكن يا صديقي أنت تكون واحد منهم. بس المشكلة مش إننا بنبُص لفوق، المشكلة إن إحنا نسينا نبُص لتحت. فأهلًا بيك يا صديقي في حلقة جديدة، النهارده هنتكلم عن إزاي تبُص تحتيك، أو بمعنى آخر تبُص تحت رجلك وتتطوّر باللي موجود معاك. قبل ما نبدأ ونخش في الحلقة بتاعتنا الجميلة إن شاء الله تكون لذيذة كده علينا، ما تنساش تعمل لايك، شير، كومنت، واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نخش على الحلقة. تعال أسألك سؤال يا صديقي، آخر مرة بصيت تحت رجليك كانت إمتى؟ يعني مثال بصيت تحت رجلك واللي معاك إمتى؟ بُص يا صديقي، عايزة أقول لك إن في ناس تتمنى يكون عندها اللي عندك، عندها قدرات اللي ربنا وهبها ليك، عندها صحتك، عندها فلوسك، عندها كتير. أنا مش باحسد، بس أنا باتكلم في الحتة إن هو في ناس أفقر منك ما عندهاش الحاجة اللي عندك. أنت بقى لمّا بتستغل الحاجة اللي عندك دي دايمًا بتبُص لفوق. وطبعًا العقل البشري طبيعته إن هو دايمًا بيحب يقارن، يعني دايمًا تلاقي نفسك بتقارن نفسك باللي فوق منك، باللي أحسن منك. بس الفكرة هنا مش إنك تقارن نفسك باللي أحسن منك وبس، أو تتعلم منه، لأ أنت بقيت بتوصل لمرحلة إنك بتجلد ذاتك، بتحس إنك ضعيف، إنك قليل. بُص يا صديقي، أنا النهارده مش جاي أكلمك على إزاي تنجح أو إزاي تنجح بالأدوات اللي معاك، لأ، أنا النهارده جاي أكلمك عن حاجة بقت قليلة أوي في الزمن ده، وهي التواضع. إحنا ليه بقى يا صديقي أصلًا بنقارن نفسنا دايمًا باللي فوقينا ودايمًا باصين لفوق؟ بُص يا صديقي، بما إننا في عصر السوشيال ميديا فالمقارنة بقت كتير وبقت حاجة طبيعية إنك تقارن. بس المشكلة يا صديقي إن السوشيال ميديا بتبين لك الحلو بس، الحلو بس من اللي أنت بتشوفه، من حياة الشخص ده، ما تعرفش دي وراها إيه أو مَر بإيه أو حصل إيه أو، وده يا صديقي بتبقى نتيجته إيه عليك؟ إحباط، بتحس إنك بعيد أوي، دايمًا بتقارن نفسك بيه، نقول إيه، بتحس إنك قليل والحاجات اللي عندك قليلة وإنك عمرك ما هتوصل حاجات كتير بتؤدي إلى الاكتئاب. فإحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي خالص. عايز أقول لك يا صديقي إن قبل السوشيال ميديا كانت المقارنة عبارة عن إحنا بنقارن نفسنا بحد عشان نشوف هل هو أقوى والّا هو أحسن مننا، ولو عايزين نعمل كده نوصل له إزاي. مش إننا نقارن نفسنا بالعصر بتاع السوشيال ميديا الحالي اللي بقى بيدمر ويسبب الاكتئاب في كل الحالات اللي بنشوفها. عايز أقول لك يا صديقي إنك تبُص لفوق ده مش غلط، وإنك تقارن نفسك باللي أنجح منك مش غلط، بس الفكرة إنك تقارن نفسك باللي أنجح منك، إنك تتعلم منه وتشوف وصل إزاي، مش تحبط وترمي الرحلة أدي أم الرحلة، وترمي الرحلة بقى وترمي كل حاجة، إنك أنت وصلت لها في الوقت الحالي. لأ أنا هاقارن نفسي إيه ده الله مليونير، أنا مش مليونير، طب سلام عليكم. بُص بقى يا صديقي، يعني إيه بقى أبُص تحت رجليّا؟ أنا مش قصدي تبُص تحت رجليك بالمعنى الحرفي، لأ، ومش قصدي برضك إنك تبُص تحت رجليك إنك لمّا تشوف حد أقل منك الله حد أقل منّي، لأ، أنا قصدي إنك تشوف النعمة اللي ربنا ادّاها لك وتحمد ربنا عليها، وتمشي في الطريق اللي ربنا راسمه لك أو أنت راسمه لنفسك، وتسعى دايمًا في الطريق ده، وتحاول تمشي في طريق نجاحك، طريقك أنت الشخصي. ممكن نتعلم من الناس اللي فوق وننجح مننا، بس طريقك أنت. عايز أقول لك يا صديقي جملة كده سريعة، الامتنان يا صديقي بيديك طاقة تكمل مش بيوقفك ويعطلك. ازاي بقى يا صديقي؟ الغرور بيتسلل جوانا من غير ما نحس. بص، انت دايما لما تنسب النجاح اللي انت وصلت له لنفسك، يعني ما تحمدش ربنا عليه، ما تشكرش الناس اللي وقفوا معاك، ما صاحبك مثلا سندك وقعد بيشجعك ما تشكرهوش عليه وتنسى اللي ساعدوه بالبلدي، تبطل تتعلم، تبص اللي حواليك نظرة اللي هو طلع أقل مني يلا. مش عايزك توصل لدي، ده بقى الغرور اللي بيتسلل بجد، إنك تبص للناس أقل منك، ما تتعلمش جديد، ما تشكرش اللي حواليك، ما تحمدش ربنا. ده كل ده اللي بيودينا لحتة الغرور. عايز أقول لك يا صديقي إن التواضع الحقيقي مش ضعف. المتواضع دايمًا تلاقيه واثق في نفسه، مش بيقارن نفسه بغيره، مش بيش مش محتاج يثبت لحد إن هو أنجح أو أشطر، لأ،
تتعلم من غيره. ويقول لك ايه؟ اقوى الناس ابسطهم. تعالى بقى يا صديقي اقول لك ازاي تتواضع. تعالى نروح. ازاي بقى يا صديقي تبقى متواضع او نحاول نتواضع، يعني اللي ربنا يقدرك عليه. اول حاجه نحمد ربنا على كل حاجه. دي حاجه اساسيه انك تحمد ربنا على كل حاجه بيديها لك. افتكر دايما بدايتك، يعني افتكر انت بدات ازاي اصلا وانت دلوقتي واقف فين. ده هيديك شجاعه انك تكمل الطريق. اتعلم من الاصغر منك عادي، يعني الاصغر منك ممكن يكون عنده معلومه انت مش عندك فتتعلم منه عادي. دايما قارن نفسك بنفسك، ما تقارنش نفسك بحد. قلناها كذا مره قبل كده. ودايما اشكر الناس اللي حواليك، خليك ممتن ليهم ان هم ساعدوك، ان هم شجعوك، ان هم وقفوا جنبك. اشكرهم، قول لهم شكرا ليكم انكم معايا. الشكر ده يعني خليهم بالعكس ممكن يشجعوك زياده، يعني على حسب بقى هم نيتهم. دي حاجه عندهم مش عندي. عايزك يا صديقي تسال نفسك، لو في حد مكاني دلوقتي هيكون ممتن ازاي للحظه دي. ازيك يا صديقي؟ انا في عادتي بقسم الفيديو عشان وانا بصوره، عشان حته اللي انا ما بعرفش احفظ قوي، فبعمل الحته بتاعت اللي هو الحفظ الثانيه ده او اللحظي. ف اكتشفنا ان الخاتمه متصوره بكواليتي وحشه، وكمان مش متصوره كامله، طلعت متصوره مقصوصه. فقررت اطلع اصورها لك، وانت من هنا وعلينا يعني يا صديقي، يعني انت صاحب بيت. بص يا صديقي، ارفع عينك لفوق عشان تحلم. دايما خليك باصص تحت رجلك عشان تفضل انسان، لان اول واحد بيفتكر ان هو وصل هو اول واحد بيقع. واللي دايما بيبقى فاكر مشقة الطريق هو دايما اللي بيفضل ماشي صح. بس كده يا صديقي. سلام. في ناس طول عمرها باصه لفوق. ما تاخد تكلم اعذروني مع جورج بالضحى، انا اقدر قريب. حيوان لا اباء، لا اباء، مش عارف بتقول ايه. انا مش هسكت لك. كل شويه حيوان.